وصفة اليوم هي المخ مشرمل. غنبداو بالمخ مشرمل. اول حاجه كنديرها هو كنسلقو، كنحيد ليه هذوك العريقات ديالو، كنقيه مزيان. كنمشي ناخذ واحد المقيله كندير فيها مطيشه، ممكن تقطعوها مربعات، انا كتجيني هكا محكوكه احسن. كندير فيها واحد الثومه، كندير التحميره والكمون، كنديرهم مع التحميره والكمون وشويه ديال القزبر وشويه ديال البزار. كنديرهم مع مطيشه باش ما يبقاش لو غو ديال هاد العطريه في داك المخ اللي كيكون ديجا مسلوق. كنحركها مزيان حتى كتميلونجا وكتدخل في هذيك المطيشه محكوكه، كتدخل في هذيك العطريه مزيان. ملي كتبدا تغلي هكايا يعني كيتبخر هذاك الماء، كنزيد عليه المخ اللي قطعته بهذه الطريقه هذه صافي، وكيكون ديجا طيب، كيجي ساهل ماهل وكيجي لذيذ بزاف. وهنا البيتزا ديالي بلا صوص بلونش. اول حاجه بديت بها هي لاصوص بيشاميل اللي معروفه، معلقه ديال الزبده حتى دابت، كنزيد عليها معلقه ديال الفورص، كنحرك مزيان حتى كتندمج ليا بسرعه، كتندمج ليا مع هذيك سميتو. كنديروا ربع لتر ديال الحليب وكنخلط. من بعد كنزيد واحد القبيصه ديال البزار، قبصه ديال الملح، وكنحك شويه ديال الكوزه غير كنديها وكنجيبها. كنحرك مزيان حتى كتبدا تعقد ليا. كنزيد هاد جوج فرماجات مثلثين، ممكن تزيدوا الفرماج اللي نتوما كتبغيو، وكنحرك مزيان حتى كتعقد ليا. كنزيد هنايا شويه ديال الفرماج احمر، كما قلت لكم الفرماج اختياري، زيدوا اللي بغيتو. كنبقى نحرك هكا حتى كيذوب هذاك الفرماج وكينسجم مع هذاك البيشاميل صافي. وكنديرها فوق من هذيك لاباط ديالي، لاباط بيتزا. كنعمرها مزيان، كنديرها بهذا الشكل هذا، وكنعمر بالحشوه اللي بغيت. انا هنا درت الكريفات لان البيشاميل كيتواتى مع الحوت، وتقدروا ديروا حتى الدجاج كيتواتى حتى مع الدجاج. كنعاود نغطي بهذيك البيشاميل، من بعد كنرش الزعتر، وكتعاودوا تزيدوا حتى الفخوماج من الفوق غابي. وصافي كتدخلوها للفران. انا كندخلها الفوق والتحت حتى كتبان لي غير واحد شويه. ديجا هاد لاباط كتكون سيمي كويسون باش ما تقصحش لينا. وهكذا وجدات ليا، ما حمرتهاش بزاف، جات على هذا الشكل هذا، كتجي لذيذه بزاف. وهنايا خديت واحد البصيله باش نعمر الخبز ديال التاكوس. خديت بصيله حتى تشحرات ليا مزيان، ورميت عليها الدجاج اولا الصدر ديال البيبي. من الاحسن يكون داك ستيك ديال البيبي كيطيب ليا في ساع وما كيعطيش لوغو. حتى لا خلطيه مع مع الحوت ما كتجيش نهائيا البنه ديال الدجاج اولا ديال هذا، يعني بحال راكي معمره غير بالحوت. يعني هذه حشوه بالبنه ديال الحوت. بالنسبه للعطريه، العطريه كنستعمل العطريه الحمراء والبيضاء ديال البسطيله، والحمراء ديال الحوت نيت، يعني بجوج العطريات ديال الحوت، الحمراء والبيضاء هما اللي كنستعمل. وكما شفتوا درت واحد الطريف ديال الزبده، وزدت خيزو القرعه، فهما اختياريين غير باش تجي الحشوه عامره، وكيجيو لذاذ بزاف حتى هما كيجيو مع هاد الحشوه. صافي كنزيد القزبر والمعدنوس وكنخلط مزيان حتى كطيح ليا مزيان هذيك الحشوه، داك الخيزو والقرعه كيطيحوا ليا، وكتكون الحشوه ديالي واجده.
انا ممكن نزيدو اعشاب منسمه اولا الزعتر. الحشوه كتجي لذيذه بزاف. زدت واحد العصير ديال الحامض صافي، وكناخذ الخبز ديال الطاكوس وكنعمرو بهذا الشكل هذا. ممكن ديروا ليه كيف ما بغيتو. هاد الطريقه هذه كتجي زوينه وكتجي سهله، وكديروه في البانيني ديالكم اولا كديروه غير فوق المقله كيف ما درت انايا، حتى كتماسك لينا هذيك لابارتي التحتانيه كتماسك لينا مزيان. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى